يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى واجمل متابعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى شويه بقسماط، احلى من بتاعه الافران. وزي ما انتم شايفين كده بالجمال والحلاوه، عايزه اقول لكم بقى شويه بقسماط كده دايبين ومقرمشين وما بيقطموش كده، وحاجه كده فاخر من الاخر. بجد بجد زي ما انتم شايفين شويه بقسماط تحفه، وبنص كيلو دقيق هنعمل الكميه الحلوه ديت. انا عايزه اقول لكم الكميه ديت يعني كميه حلوه. لو احنا هنروح نشتريها بقى من الفرن، هنشتريها كده يعني اكتر من حق الدقيق بكتير. فتعالوا بقى نشوف الجمال ده عملناه ازاي. طبعا شويه العراد دول كده كنت انا عملت صاجه في الاول كده، وكنت مطخنه البقسمايه يعني كنت مطحناها. فطبعا لما جيت حطيتها في البتاع لقيتها فرشت، فظبطت ايدي بقى في بقيه البقسماط. وتعالوا بقى نشوف المقادير بتاعتنا. مقاديرنا زي ما يعني سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. زي ما انتم شايفين ده اول حاجه معايا 3 معالق من السكر، ومعايا كوبايه من الميه، ومعايا كوبايه الا ربع من السمنه على زيت. تقدري تستخدمي زيت، بس تقدري تستخدمي سمنه على زيت. بس لما تعملي الزيت لوحده ما بيخليش البقسمايه، هي بيخليها ناشفه بس ما بيبقاش لها طعم، لانه طبعا بينشفها قوي. لكن السمنه بتديها كده نفس وبتديها طعم جميل. طبعا بقى نزلت بكوبايه الميه، والميه بتاعتنا عاديه خالص، يعني احنا طبعا في الحر فمش لازم يعني ندفيها. ميه من عاديه من الحنفيه. نزلت عليها بقى بمعلقه كبيره من الخميره البيره، او خميره اكياس اللي موجوده عندك يعني. طبعا بقى نزلت بالثلاث معالق سكر. هدوب الكلام ده كله مع بعضه. وطبعا بتنزلي بقى ظرف من الفانيليا، بس كان ده ما كانش موجود عندي. عايزه اقول لكم الفانيليا بتدي طعم ونفس حلو جدا للبقسماط. بعد كده بقى بنقلب ده كله. طبعا بدي رشه من الملح. بنقلب ده كله مع بعضه، واكون مجهزه معايا نص كيلو من الدقيق. ولو انت ما عندكيش ميزان، هتجيبي المج ده اللي انا عامله، اللي انا معايره به السمنه ده، طبعا موجود في كل بيت. هتعايري به 4 كوبايات، دول مقدار النص كيلو. وطبعا الدقيق بيبقى حسب بقى ايه النوعيه بتاعته. في دقيق بيختلف عن التاني، في دقيق بيحتاج مثلا شويه سوائل، في دقيق بيبقى يا دوبك السوائل اللي احنا حطيناها دي يا دوبك مظبوطه. انا طبعا السوائل بتاعتي مظبوطه على قد نص كيلو بالظبط، ما احتاجتش اي حاجه خالص. طبعا بقى انا خلطهم، وطبعا انا كنت سايبه معاكم كوبايه دي عشان اوريكم ان انا عيرت ال4 كوبايات اللي هم نص كيلو، عيرتهم بالمج ده. طبعا دي معلقه من معالق الشاي حطيتها بيكنج باودر، علشان طبعا ما يفرش معانا، فما تكتروش فيه. بعد كده بقى بعد ما دوبنا السكر مع الخميره مع السمنه والزيت، هننزل عليهم بنص الكيلو نص كيلو الدقيق بتاعنا. وزي ما قلت لكم كده، هو ما احتاجش اي حاجه خالص، هم يا دوبك المقدار ده لملي العجينه بتاعتي، وما احتاجتش اي حاجه خالص. طبعا اخدها بقى كده عجينها عجنه كده على الرخامه حلوه، علشان اعرف اتملكها، لان طبعا انتوا عارفين انا بصور بايد وبعجن بايد. فحطيتها على الرخامه كده عشان اتملك منها يعني. طبعا ده القوام بتاعها، هي القوام بتاعها قوام كده عجينه ناعمه وجميله كده زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنحطها، ومش هنسيبها تخمر، هسيبها بس هنسيبها كده تريح بس مقدار كده ايه 10 دقايق. وبعد كده بقى هنغطيها بكيس بلاستيك، وهنبدأ بقى نقطع منها. طبعا معايا بقى كوباية من السمسم، حطيتها كده في صينية، وهنزل عليها بقعتين كده من المية، علشان طبعا لما اجي اعمل البقسماط بتاعتنا احطها فيها تبقى تمسك كده على البقسمية، وما تنزلش منها كده ولا تقع. اهو بحاجة بس يا دوبك كده حوالي معلقة مية كده، وبتقلبيها وفي بعضها كده. وبعد كده بقى ايه، بتفرشها بقى وتعملي منها. طبعا هنقطع بقى وناخد واحدة حتة بحتة كده، واحنا مغطين العجينة بتاعتنا. انا طبعا بقول لكم كده بناخد اول باول كده، والعجينه بتاعتنا متغطيه. طبعا بقى هنعمل على شكل حبل بقى كده طويل ويكون رفيع. اهم حاجه ترفعوا البقسمايه، علشان البقسمايه لما بتبقى تخينه بتفرش معاك، لكن ما ترفعيها بتطلع معاكي زي البقسماط اللي احنا بنجيبها من المحلات. طبعا انا ما كنت حطيت بقى، وطبعا انتوا شايفين تضاعف حجمه ازاي. فطبعا كل ما ترفعي، كل ما لما بيجي يخمر بيرفع الحجم بتاعه فبيكبر، فانت رفعي على قد ما تقدر. طبعا ده بقى نص كيلو عمل لي الكميه الحلوه ديت. وطبعا كان في صينيه بقى اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي كانت فرشت مني دي، فلما لقيتها فرشت كده رحت مظبطاهم بقى. ده كده بعد بقى ما طلعوا من الفرن، طبعا بندخلهم كده على درجة حرارة 180، وبنحطها في الرف الوسطاني. وبتاخد اول ما تحمر بقى معانا كده بنطلعها تحت الشواية، وبتاخد بقى الوش الجميل الحلو ده. طبعا بقول لكم ده بقى التخين اللي انا عملته. طبعا يعني هنعتبره كده ايه زي
اللهم صل على النبي، اللي هي القراقيش، الحاجات دي يعني هي مش هتخسر ولا حاجة وحشة يعني ولا حاجة، بس هي بس طلعت تخينة شوية عن البقسماط اللي احنا كانت عن البقسماط اللي احنا متعودين عليه يعني. لكن دول بقى زي ما انتم شايفين هم طالعين، وانا عامله البقسماط هي ما شاء الله طويله وحجمها كبير يعني الواحده قد اتنين. فبصراحه بنص كيلو عملوا لنا الكميه الحلوه دي. طبعا لو انت عايزه تكتري بقى بتكتري براحتك. اتمنى تدعموني وتحطوا لي لايك واشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتتابعوني، ولايك منكم كده وكومنت حلو. يا جماعه انتوا بخليني عليه او باللايكات وبالكومنتات بتاعتكم، فبالله عليكم كده يعني لو بتحبوا ربنا وبتحبوا رسولنا يعني كده يا ريت تحطوا كده لايك كده حلو وتشجعوني، وتبخلوش عليا باللايكات بتاعتكم ولا بالكومنتات. واشوفكم بقى بفيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.